السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي الغاليين؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. صلوا على النبي حبايبي عليه الصلاة والسلام. أنا الصبح نزلت رحت اشتريت فول وطعمية للعيال عشان يفطروا. في منهم اللي راح الامتحانات عليه اليومين دول، في امتحانات، والصغيرين فضلوا معايا طبعا. وايه فطرنا والحمد لله، على يعني نحمد الله على كل شيء. انتوا عارفين يا حبايبي اللي بيزعلني في الموضوع ان الواحد يعني الرفاهيات دي مش تبعه خالص وما يعرفش عنها اي شيء، ورغم كده اروح اشتري الفطار، شوية الفول على شوية الطعمية يكلفوني 30 جنيه بس. ان انا اروح اشتري فطار بس 30 جنيه وساعات 40 علشان العيش طبعا. فانت متخيلين الميزانية دي بقت للفطار بس. يعني اللي كنا نشتره ب5 جنيه فول الأول يكفونا ويزيدوا، دلوقتي عشان تعرف تأكل 5 عيال وانت السادس معاهم لازم على الأقل 20 جنيه فول و20 زيهم طعمية. وبرضو برضو العيل بحسه برضو قايم جعان مش شبعان. فالحمد لله على كل حال، والله ربنا يزيح الغمة يا رب يا رب. انا طبعا الجماعة سكان العمارة اللي انا بروح كل فترة كده انضف لهم طلبوني وقالوا لي احنا عايزينك، رغم ان هم عارفين ان هو يعني انا صحتي بقت يعني على كده خالص خالص، وهم قادرين ان هم يجيبوا حد في العمارة يعني ناس وبصحتها وعمال، بس هم بيعملوها لله ولوجه الله. يعني هم بيعملوا ده كله لوجه الله بس مش عشان حاجة تاني. فأنا بصراحة يعني أنا عارفة إن هم شايفين الحال قدامهم وشايفيني عاملة إزاي. بس هم برضو مش عايزين يمنعوا رزق عني. بمعنى أصح أنا فاهمة والله الوضع، وأنا عارفة الناس دي تقصد كتر ألف خيرهم وجزاهم الله كل خير. بيقولوا لنفسهم هي أولى من أي حد يعني. هما برضو الناس ما بيضغطوش عليا ولا بيقولوا لي اعملي دي واعملي دي واعملي دي، لا. يعني معايا هما بكلمة اللي تقدري عليه اعمليه. فأنا الكلمة دي بتحرجني وبتخليني لا، حتى لو أنا تعبانة لا، لازم أعمل لهم على أكمل وجه، لازم زي ما هم واثقين فيا وبيطلبوني أنا ما خيبش ظنهم أبدا. أنا كمان حتى صحتي بقت في النازل وما بقتش قادرة على أي شغل خالص. يعني آخري مثلا زي ما انتوا بتشوفوني، لو واحدة طلبت مني أجهز لها شوية خضار، دول يعني أقصى شيء إن أنا ممكن أقدر أعمله. إنما الشغل الصعب اللي هو عايز مجهود، يعني خلاص الصحة بقت مش مستحملة والعمر كل ما الواحد بيكبر مش بيصغر. أنا والله رغم إن أنا كانت ركبتي تعباني تعب شديد شديد، بس الناس لما طلبوني يعني قلت برضو يعني رزق جاي لعيالي وإن أنا يعني برضو أي حاجة تدخل البيت أحسن من ما فيش. لأن برضو شغل الأوردرات ده هو مش دايم، محدش بيجيلي على طول دايما عشان قلة الإمكانيات عندي. ما عنديش مواعين، ما عنديش لوازم المطبخ إن أنا أجهز فيها. فالناس برضو اللي بيجيب لي اوردر برضو بيبقى رائف بحالي، انا عارفة ده كله وعارفة. والناس اللي زي دي انا والله لو فضلت ادعي لهم يعني من هنا لاخر يوم في عمري مش هوفي، لان انا عارفة نيتهم هم مش نيتهم تجهيز ولا لا، هم نيتهم عايزين يساعدوني باي شيء بس بطريقة غير مباشرة. انا فاهمة، انا برضو مش عيلة صغيرة عشان ما اكونش فاهمة نية الناس. وجزاهم الله كل خير، اي حد في نيته اي شيء يعمله معايا خير بيبقى قاصد وجه كريم ولله، يعني مبتغي وجه الله فيه. بقول الله يزيدكم اضعاف مضاعفة زي ما انتوا بتعملوا معايا. انا طبعا عشان واخدة هو العمارة يعني ما شاء الله 7 أدوار، فانا باخد من فوق لتحت.
فأنا يعني بين كل دورين كده ايه بريح شوية، علشان ببقى يعني تعبانة من السلم وبفضل السلم نازلة على طول، وبعد كده هطلع تاني عشان امسح، لان انا بعد ما بكنس في حاجات بتكون في السلالم كده لازقة، لازم مية وكده، فلسه يعني. فكل دورين كده ايه بقعد اريح شوية. فانا بس طالبة منكم ان انتوا تشدوا حيلكم وتدعولي. انا نفسي يبقى يعني، انا نفسي والله ارتاح. والله العظيم انا تعبت خالص، والله انا تعبت. و... وان انا يعني لوحدي في الدنيا دي برضو يعني شيء صعب، شيء صعب. يعني الواحدة لما بتكون على خلاف مع جوزها او سايباه او منفصلة، اهلها بيعوضوها عن يعني الخلاف والانفصال ده، بتلاقي اهل تفضل معاهم بيعوضوها ونس ليها. انما انا من كل النواحي عندي مفيش حد يعني خالص، لا اهل، لا اهلي ولا زوج ولا اي حاجة خالص يعني. عارفين اللي بيقولوا عليه لوحده في الدنيا وهو وعياله، بس انا اللي ينطبق عليا المثل ده، لاني انا فعلا يعني انا عارفين المثل اللي بيقول انا سبت الجمل بما حمل، بمعنى صح والله. يعني انا حسيت الدنيا لحظتها صغرت في عيني خالص، وقلت انا مش عايزة اي شيء غير راحة بالي انا وولادي، مش عايزة اي حاجة، رغم ان انا اتاكل حقي بمعنى صح، واستحلوا حقي، واتظلمت من ابو ولادي ومن اهله، واتظلمت من خواتي، وشفت اشر معاملة، وشفت معاملة ما يعلم بها الا الله، ومد ايد، وكل ده بغرض مطامع مختلفة. يعني انا بقول دايما اقولها في بالي، فاما اليتيمة فلا تقهر. انا يتيمة، انا ماليش لا ام ولا اب، وما بيليش اخوات، فليه تقهروني؟ اليتيم ده بيكون كفاية عليه قهرته على اهله اللي ماتوا وسابوه، خصوصا لو الاهل دول كانوا معوضينه عن الدنيا واللي فيها. ما كانوش معوزيني شيء ولا معوزين ولادي. والدي الله يرحمه زي ما حكيت لكم ما كانش معوزني اي شيء، ما كنتش حاسة بالظروف اللي حصلت معايا، ما كنتش حاسة بيها ولا حاسة بان انا وحيدة، لاني والدي كان معودني، كنت عايشة معاه احلى فترة انا عشتها مع والدي الله يرحمه، والحمد لله انا بريته وفضلت معاه في فترة تعبه، الله يرحمه يا رب، ويجعل تعبه شفيع لي. الحمد لله انا كنت واخدة رضاه وواخدة دعاه، فان شاء الله ربنا مش هيخذلني ابدا. فبالله عليكم خليكم معايا، ما تسيبونيش انتوا كمان.